واحنا هنختار 2 يكسبوا معانا جلسة تنظيف جير مجانا في أي محافظة أنت موجود فيها. تابعنا علشان تشوف النتيجة وتعرف إيه هي شروط المسابقة. بص، هو ده مش إحراج، ده إنذار. بتصحى الصبح تحس نفسك مش مرتاح، وتيجي تكلم حد تحس إن أنت نفسك عايز تهرب من نفسك. تبدأ بنعناع، وبعدين غسول، وبعدين سكوت طويل، وبعدين تحسس نفسك ان هي حاجة بسيطة مش مستاهلة. بس الحقيقة هنا ريحة الفم عمرها ما كانت مشكلة بسيطة او سريعة، دي لسه عمالة تصرخ. وده ضرس بيبص لك بيقول لك هو انت ساكت ليه يا معلم؟ الاكل المتحشر والجير والالتهابات البسيطة دي بتتحول لحاجات اكتر بكتير من ريحة الفم المزعجة دي. بس انا دكتور سنان وعايزك تعرف حاجة بسيطة بس. الموضوع مش محرج، المحرج انك تسيب الدنيا دي تبوظ لحد ما تبقى حاجة كبيرة قوي. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتسبب ريحة الفم المزعجة؟ هل هي الجير ولا التهاب اللثة ولا المعدة؟